السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا كريم كراميل بس بطريقة مختلفة هتعجبكم جدا، وطريقة مضمونة جدا جدا جدا. وكمان موفرة خالص يعني جدا. وأحلى والله كريم كراميل ممكن تدوقوه في حياتكم يعني. ونتيجته مضمونة ما شاء الله ولذيذ جدا. والطعم تحفة. زي ما انتوا شايفين برضو الكمية حلوة جدا، والبيض اللي بنستخدمه مش كتير زي الطريقة التقليدية يعني. جربوها تدعولي. بس هنقول لكم على الطريقة، بس قبل ما اقول على الطريقة يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك حالا ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة هنبدأ بالكراميل. هنجيب سكر حوالي من كوباية لكوباية ونص كده، او كوبايتين براحتكم يعني. هيبقى زيادة لو الناس بتحبوا زيادة يعني براحتكم. أم، انا ما بحبش السكر قوي يعني، لان السكر بيعلى معايا، فما بحبش اكتر سكر يعني في الحلويات. فانا عملت حوالي كوبايه سكر كده او كوبايه وربع سكر. كرملتهم. وبعدين جبنا اهو رغيفين عيش فينو. لو العيش عندكم يعني حجمه كويس، كبير شويه وحلو يعني معقول يعني. رغيفين. لو صغير قوي يعني اعملوا 3 او رغيفين ونص على حسب حجم العيش. المهم العيش لازم يكون بايت من امبارح، او ليه كذا يوم في التلاجة مفيش مشاكل يعني. المهم يكون مش طازة. ومعانا كوبايتين لبن هنحطهم عليه. بعد ما قطعتهم زي ما انتوا شايفين رغيفين العيش، حطيت عليهم كوبايتين اللبن اهو، الكوباية التانية دي. وهياخد معانا بيضتين بالظبط، بيضتين مش اكتر يعني. البيض حاليا غالي فاحنا هنوفر يعني. يا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها دلوقتي ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نزلنا بالبيضتين. ادي البيضة التانية. بعدين هنحط بقى كيسين فانيليا على البيضتين، او مثلا لو عندكم فانيليا سايلة هتحطوا فانيليا سايلة براحتكم. المهم يتحط فانيليا لازم على البيض عشان ما نحسش باي طعم البيض. وفي الوصفة دي ما شاء الله ما فيش اي ريحة ولا طعم البيض خالص، مش واضح خالص البيض في الاكل خالص. فدي بصراحة يعني احلى حاجة في الوصفة دي. بعدين عندنا حوالي 3/4 كوباية سكر كده حطيتها، او نص كوباية سكر براحتكم يعني. وضربته في الخلاط، ضربته كويس جدا. بعدين عشان ازود غناوة يعني الخليط معايا، زودت لبن بودرة. ممكن تزودوا حليب مكثف محلى، ممكن تزودوا كريمة براحتكم، ممكن ما تزودوش حاجة خالص برضو، ده كله اختيار يعني مش اساسي في الوصفة. هنضربهم، اهم حاجة نضربهم كويس في الخلاط جدا عشان الخليط يبقى تمام. على فكرة يعني هو المفروض كنت اصفيه بعد ما ضربته في الخلاط، بس انا نسيت مصفيه رغم اني كنت محضرة المصفى عشان اصفيه، بس نسيت. بس نتيجته طلع برضو واو يعني خطير، عشان ضربته كويس في الخلاط طلع خطير ومش محتاج ابدا انه يتصفى. فيعني مهم تضربوه كويس في الخلاط، مش لازم يتصفى. وحطيت الكراميل. زي ما انتوا شايفين انا كرملت السكر كويس جدا يعني، بس معرفش فيه كتل. الظاهر لما غلي يعني غشوه بحاجات كده مش سكر، لانه اختفى من السوق يعني وكميته بقت قليلة في السوق. فالظاهر غشوه عشان يملوا الكيس بتاعه ولا ايه. ففي حاجات ما دابتش يعني، حاجات متحجرة كده مش راضية تدوب مهما احط لها. انا حطيت مية كتير اصلا مع السكر عشان يدوب، مرضيش يدوب ابدا. اللي هو شوية الكتل يعني مش كله سكر. فهو اخدت الكراميل انا بالمصفى، نزلته في القالب من تحت. فطلعت النتيجة حلوة جدا. مش عارفة والله الغش ده حرام جدا يعني. يعني ما بيخافوش من ربنا ابدا يعني، مش عارفة والله. الحمد لله على كل حال. الله المستعان.
المهم انا حطيت الكراميل وقلبته في القالب كويس، ويعني وزعته وجبته في كل الجهات وعلى البتاع اللي في النص دي، عشان يبقى يعني نازل في كل الجهات وما يلزقش الخليط معانا. نزلت بالخليط بتاعنا. بعد ما نزلت بيه هجيب طبعا صينية، وهعمل حمام مية للحلة اللي معانا دي. هي حلة معمولة في النص زي ما انتوا شايفين القالب بتاعها كده، يعني هو القالب عبارة عن حلة مش قالب يعني، ليه غطا كمان. فانا جبت الصينية، حطيت مية مغلية فيها، وحطيت فيها القالب بتاعنا والغطا بتاعه، ودخلتها الفرن. اخدت حوالي ساعة الا ربع في الفرن. فبراحتكم، ممكن تحطوها على النار من فوق وتغطوها، او تحطوها وتدخلوها في الفرن، برضو براحتكم يعني. المهم اخدت معايا ساعة الا ربع في الفرن، وانا غطيتها اهو. ممكن تغطيها بورق فويل لو هي صينية او قالب. وبعد كده انا طلعتها اهو بعد ما استوت، واستوت حلو جدا زي ما انتوا شايفين. بعدين بقى يعني هنعملها بالسكين كده في الجوانب، عشان ده صح، لسه ما دخلتش التلاجة. هندخلها التلاجة ونرجعها تاني. وانا جبت الصينية نفسها اللي استخدمتها، حطيت فيها مية سخنة، ونزلت بالقالب يعني من تحت كده، عشان لو مثلا ماسك يعني من التلاجة او كده يفك معانا بالمية السخنة. وبعدين نشفت القالب من تحت بفوطة كده، وقلبته زي ما انتوا شايفين اهو. اتقلب معايا زي الفل، ونزل زي الفل يعني زي ما انتوا شايفين. واخدت قطعة بقى ودقتها، يعني ما اقولكمش والله وهم حلو جدا. يعني طريقة سهلة ولذيذة وسريعة، ما فيهاش اي تعب، كله في الخلاط. بصراحة ممتازة، والنتيجة المهم مضمونة، يعني نتيجة ما شاء الله يعني لأي مبتدئة هتعملها حلو جدا يعني. جربوها وهتدعولي والله ان شاء الله يعني. ما تنسوناش من دعواتكم، ويا ريت اللي عجبته الوصفة يعمل لها شير عشان اصحابكم يشوفوها.